وفنيا بالنسبه للاهلي، الاهلي واداريا وفنيا بيعاني. دي المقدمه. اداريا وفنيا الاهلي بيعاني. اول امبارح ماتش اتلعب من الاهلي امام فاركو، اقسم بالله فاركو كان بيغسل الاهلي غسيل ومكوى. كان واخد الاهلي كده في الملعب غسيل ومكوى. لعيبه ناشئين كانت بتلعب في الاهلي قسما بالله ما كانت عملت المستوى ده. عشان بس اجيبها لك من الاخر، من ابو اخر، من ابو ناهيه. طيب التشكيله اللي كان بيلعب بيها كولر كانت الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، عمر كمال، محمد هاني، امام عاشور، اكرم توفيق، مروان عطيه، عمر الساعي، وكريم الدبيس، وحسين الشحات. معاك ان اللعيبه دي مش في مراكزها، اغلب اللعيبه اللي كانت بتلعب مش في مراكزها، ولكن في اخطاء مش مبرره، مش مبرره كانت موجوده من واحد زي ياسر ابراهيم وواحد زي رامي ربيعه. مش مبرره. ياسر ابراهيم كان بيقطع الكره قسما بالله، انا شفت كده ايه 3 4 كور في الخفيف كده، في الخفيف. ياسر ابراهيم كان بيقطع الكره يديها للاعيب فاركو، استلم يا باشا تعالى خد الكره. بس بس كده يعني ياسر ابراهيم كان بيقطع الكره يسلمها لهم. كذلك الامر رامي ربيعه، الكره بتتلعب عرضيه ما بيستقبلهاش، هو بيديها لهم تاني، اللي تعالى شوف، تعالى جرب على الحارس. طيب في ناس كتير جدا انتقدت الشناوي، وانا من الناس اللي بتنتقد الشناوي بشده في حاله الخطا. ليه؟ بيقول لك انه وقعت الشاطر او غلطه الشاطر بألف. الشناوي من افضل الحراس الموجوده في مصر. طيب لما انت كحارس مرمى المنتخب الاول وحارس مرمى مصر الاول تعمل الغلطه دي في كوره زي كده، يبقى اذا غلطي ولومي عليك. غلطتي ان انا كنت بدعمك، ولومي ليك دلوقتي انا، يبقى انا صح. يبقى ما تجيش انت تقول لي لا ما تنتقدنيش، لا انتقدك. لعيب كرة القدم هو واحد معرض في اي وقت، حتى لو هو على خطأ، حتى لو هو على خطأ لازم يتم انتقاده. اصل بص هقول لك على حاجة، انت النهارده ما تجيش تقول لي اصل انا نفسيتي، نفسية مين؟ نفسية مين لما نفسية؟ نفسية مين؟ انت بتاخد من الستة مليون، من 6 مليون ده اقل، بص ده في الاقل او في القليل جدا. انت بتاخد من ال6 مليون وانت طالع، بتاخد من 6 مليون وانت طالع. فانت النهارده ما تجيش تلومني، ما تجيش تلوم الجمهور ان هو